اسمع بقى الحته الحلوه دي. حيوة بن شريح ده كان راجل امام من ائمه المسلمين، راجل يعني عالم جهبذ من الائمه الكبار. وهو قاعد في وسط تلاميذه، كان بيته فاتح على المسجد، فقاعد في وسط تلاميذه وعمال بيشرح لهم مثلا، وبيعمل والتلاميذ قاعدين طبعا في غايه الاجلال لهذا العالم الجليل. فجاه يلاقي امه خبطت على الباب، بيقول له يا حيوه. نعم يا امي. حط الاكل للفراخ. حاضر. يعني تخيل كده وانا قاعد معاك كده على الهوا، ولا ام عائشه الله يرحمها، يا حوده ايوه يا ام، حط الشهيد للفراخ. طيب فاصل ونجي لكم بعد كده من عشه الفراخ عشان نكمل الحلقه. صلى على الحبيب. صلى على السلام. لا 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 مدري مفيش فاصل، ده انا بقول لهم بكلمهم. واخد بالك مدري يحسن عايز اطلع فاصل. لا ما فيش فراخ يا ابني، نطلع فاصل ليه؟